اعمليه في البيت ووفري فلوسك. النهارده هقولك ازاي نعمل مع بعض اصابع الاستريبس بطعمها تحفه، ولا هتستخدمي بيض ولا لبن ولا زبادي، وكل مكوناتها عندك في البيت، وهتطلع معاكي كميه اللهم بارك بطريقه سهله وبسيطه. وكمان هقولك ازاي تسويه ويطلع معاكي الطبقه بتاعتك كريسبي من بره كده ومن جوه طري ومستوي كويس. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. هجيب بقى كميه الميه المناسبه بتاعتي لكميه الاستريبس بتاعتي، المهم الميه تكون مغطيه الاستريبس. هنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، وممكن لو عندك اكياس المرقه اللي هي الفوريه الباودر زودي برضو كيس. هنزل كمان بنص معلقه كبيره خل. هظبط بقى الملح بتاعي. انا هنا كان عندي الاستريبس انا كنت جايباه مخليه المحل مقطعهولي. انت لو عندك صدر فراخ زي ما هو ممكن تحطيه في الفريزر عشان يسهل معاكي ان انت تعرفي تقطعيه. غسلته كويس وسبته يتصفى معايا شويه. هنزل بقى بكل كميه الاستريبس بتاعتي في التتبيله اللي احنا عاملينها دي، ولازم تكون الميه مغطيه الاستريبس بتاعي. انا بقى هدخلها التلاجة لتاني يوم. كل ما تسيبيها في التتبيله دي بتبقى طعمها احلى. انا كده تاني يوم طلعتها من التلاجة. هشيلها بقى من الميه بتاعتها وهسيبها تتصفى شويه. وما ترميش الميه دي، هنستخدمها. انا هنا معايا نص كيلو دقيق، هحط عليه نص معلقه كبيره نشا، ما تزوديش. وبرده هنزل بنفس التوابل اللي احنا استخدمناها في الاول: بصل باودر، توم باودر، بابريكا، شطه اختياري، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسمر. هقلبهم برده كويس. هجيب بقى الاستريبس بتاعي بعد ما سبته يتصفى شويه وهنزله في الدقيق. اغلفه كويس قوي، صوابعي بس هي اللي شغاله بتقلب من تحت لفوق. انا اتاكدت كده ان انا الاستريبس بتاعي غلفته كويس قوي بالدقيق. هحاول ان انا اشيل اي دقيق زياده عليه، وبعد كده انزل بيه 3 ثواني في الميه بتاعتي اللي احنا كنا متبلين فيها الاستريبس، وارجعها تاني على الدقيق. غلفيه كويس قوي بصوابعك كده من تحت لفوق، وبعد كده امسكي الاستريبس كده وحاولي تنفضيه من الدقيق الزياده. نعمل مع بعض كمان مره. هنزل كميه الاستريبس اللي انا محتاجاها في الدقيق وهغلفها بصوابعي من تحت لفوق. حاولي ان انت تنفضيها من كل الزيادات بتاعه الدقيق ونزليها في الميه، وارجعي رجعيها تاني في الدقيق. وممكن تكرري العمليه دي حسب ما انت عايزه حجم الكفر بتاعك من بره. بس انا هنا هستكفي ان انا هعملها مره او مرتين بس. الميه بتاعتي كانت ساقعه، ولو انت الميه اللي بتستخدميها مش ساقعه هاتي مكعبين تلج وحطيها فيها. انا هنا هقلي على طول مش هسيبه. معايا زيت سخن وغزير. هنزل بقى بالاستريبس بتاعي، طعمه خطير واحلى من مطاعم كتير. لازم يكون معاكي الزيت سخن وغزير. ممكن تستغني عن الطاسه او الوok، تجيبي اصغر عندك حله. كل ما الحله بتبقى صغيره وكل الزيت ما يبقى غزير بيطلع معاكي الاستريبس مستوي كويس ولونه حلو. هجيب بقى المصفى بتاعتي، واول ما الاستريبس ياخد اللون القمر دوت هبدا ان انا اطلعه في المصفى عشان يصفي اي كميه زيت زياده معاكي. انا كده خلصت اول مره. هبدا ان انا احط تاني مره، بس هجيب المصفى بتاعتي الصغيره واحاول ان انا انضف الزيت عشان ما يبقاش فيه اي شوائب. كمان كده خلصت تاني مره. اللهم بارك، عامل كميه كبيره قوي وطعمه خطير. ما تصعبيش حاجه على نفسك، هاتي كيلو ستريبس واعملي بالطريقه ديت. بيطلع كميه اللهم بارك وطعمه تحفه احلى من مطاعم كتير. بصي الطبقه كريسبي من بره ومستوي وطري من جوه. ممكن تعمليه جنب شويه رز بسمتي، ينفع ولادك. وكمان احنا داخلين على المدارس، ممكن ينفع انت تديه للولاد في الساندوتش، او لو جايين مستعجلين عايز تعملهم ساندوتش على السريع. انا هنا حبيت ان انا اقول لك فكره الساندوتش: عيش فينو، هتحطي فيه خيار، كاتشب، مايونيز، طعمه تحفه احلى من المطاعم كتير واوفر كتير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسونيش في اللايك والشير. صلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.